فين عشاق سمك المكرونة؟ أيوه، ده سمك مكرونة بلدي، شايفين؟ ما تقولوش جمبري يا اخواتي، بصوا بقى مش من برّه وطري من جوّه، ما هي تعرفوا سر قرمشته الجميلة وتتبيلته الخطيرة، وكمان سر اللون الدهبي اللي من برّه، حاجة كده روعة. يالّا مع بعض نبتدي خطوة، خطوة. أول حاجة رُحت للسماك وقُلت له: "أنا عايزة كيلو سمك مكرونة." وطبعًا هتقولوا لي: "ليه ما غسلتوش ليه عند السماك؟" لأ، السماك ما بينضّفش المكرونة ولا البربونيا خالص، تمام؟ جبتها وفتحت بطنها وشِلتها كده نضفتها، طبعًا ما فيهاش أي قشور، وغسلتها في مَيّة وملح وسِبتها لمدة ساعة اتنقعت، وبعد كده شطفتها. إيه الخطوة اللي بعد كده؟ هنتبّله، طبعًا السمك بيحب التوم وملح والكمون، وما ننساش عصرة الليمونة، دي تتبيلتي مبدئيًا. نقلّب كلّه كده مع بعضه وننزل عليه بالسمك المكرونة. تمام، طبعًا هتقولوا لي لازم نتبّل السمكة واحدة، واحدة، لأ طبعًا، سمك المكرونة وسمك البربونيا والجمبري بيتّبل بالطريقة دي، تمام، نقلّب كلّه مع بعضه بحيث السمك كلّه يوصل له توم. عايزة أقول لكم حاجة إن بُصّوا دي أنا غاسلاها وجميلة جدًا، سمكة صغيّرة تمام، تبّلناه بالتوم والليمون والملح والكمون، نبدأ بقى نغطّيه ونسيبه ساعة في التلاجة، وبعد الساعة دي هنبدأ نشتغل فيه، وممكن تسيبيه عادي في التتبيلة من بالليل للصبح، كل ما يقعد في التتبيلة يكون أفضل. دي كانت إيه، أول خطوة. هنيجي بعد كده بعد الساعة بالضبط هنبدأ نجهّزه، هنجيب معانا الدقيق اللي إحنا هنقلي فيه السمك، هناخد بس كده منه معلقة نرشّها على السمك على الوش كده، تمام، وكمان معايا حوالي كوباية مَيّة، هابدأ أدّيها شوية في شوية، بحيث إن أنا عايزاه يكون متّبل بمَيّة ودقيق، وما انساش أهم حاجة معلقة الكركم الخطيرة اللي بتخلّي السمك له دهبي وجميل، وحبّة كمون وحبّة ملح. ونقلّب كلّه مع بعضه، الخطوة دي هتدّيكِ السمك يكون واخد طبقة جميلة جدًا من برّه ومقرمشة وكمان محمّلة، شايفين كده؟ كده هنبدأ نشتغل بيه على طول، تمام؟ بُصّوا بقى هنعمل إيه، الخطوة اللي بعد كده مهمة جدًا، جدًا، هنجيب كده كيس وننزل فيه بكمية الدقيق بتاعتنا، تمام كده؟ وبرضه هنحيّقه بشوية كمون ورشة ملح ومعلقة كركم ما ننساهاش مهمة جدًا. هنا أنا مش باهدّي الدنيا حواليّا خالص، هاخد نتيجة كويسة، وكمان تكون حواليّا عشان ده سمك بقى زفرته كتيرة، تمام كده؟ هابدأ بقى أقلّب كلّه مع بعضه، آدي معلقة الكركم تدّي لون حلو أوي، أقلّب كده كلّه مع بعضه، وأبدأ إن أنا أنزل في نفس الكيس بالسمك بتاعي، طبعًا هاحط كمية على قد ما أنا هاقلي، بُصّوا ما بهدلتش أي حاجة خالص، بُصّوا كده أهو، هابدأ بقى آخد السمك بتاعنا وأبدأ أعفّره بدقيق، طبعًا مش هاعفّره واحدة، واحدة، لأ. هابدأ أعفّره بالكمية، الكمية دي حسب الحَطّة، يعني الحَطّة بحطّتها، ما ينفعش أعفّره كلّه مرّة واحدة وأخلّيه جنبي وأبدأ أقلّب فيه، تمام، وأبدأ أقفل كده الكيس وأبدأ أرُجّه، شايفين؟ طريقة سهلة جدًا، ما باهدلش الدنيا حواليّا، خصوصًا إن هو سمك، شايفين؟ تعالوا نشوفوا مع بعض النتيجة عاملة إزاي، بُصّوا بقى الجمال، السمكة بُصّوا متعفّرة ومتجزّعة، شايفين؟ حلوة خالص، بُصّوا، الطريقة دي بتسعفني جدًا. شبعانة ومتغلفة بالدقيق وبالتتبيلة، هنا بقى عملت الكمية بتاعتي دي بسرعة أروح أقليها، وأرجع أكمل كل حطة بحطتها، معايا قلاية على النار أنزل فيها بالزيت مش كتير، ما بياخدش زيت كتير، وعايزاه يسخن معايا بس ما يكونش سخن أوي ولا بارد، عشان أنزل عليه بكمية السمك بتاعتي، بصوا ده اللي هاقليه دلوقتي والباقي هاعفره حسب الطلب، حسيت إن كده الزيت هيسخن معايا هابدأ أنزل عليه بالسمك واحدة واحدة. طبعًا أنا مش عايزة أحطه على بعضه، لأ أنا عايزاه يكون مرصوص بالشكل ده، ليه؟ عشان السمكة تستوي معايا بسرعة وما تتكسرش مني، سمك المكرونة أو البربونيا لو قلبتيه أو زنقتيه في القلية بيتكسر مني، وهنا مش هنقلبه دلوقتي لأ هنقلبه لما ياخد 30 ثانية ونبُص عليه، لأ برضه لسه، لما أحس إن السمكة شدِّت معايا، أسيبه حوالي 30 ثانية كمان، هنا بقى أقدر أقلبه بقلب جامد، بصوا قرمش إزاي وخد لون دهبي جميل شايفين؟ خدش معانا وقت خالص، هو عشان سمكة صغيرة ما بتاخدش وقت، اوعي تغفلي عليها تتحروق منِّك، إن هو سمك صغير مش محتاج كتير على النار، شايفين؟ كده حلو أوي، بصوا ريحته جميلة جدًا، تتبيلة مع الكاري خطيرة، سيبه حوالي 30 ثانية كمان وأبدأ أطلّعه، وأطلّعه على منديل المطبخ، بصوا عايزة أوريكم حاجة، كل سمكية بسمكتها، ما فيش حاجة متكسرة خالص، بصوا
لونها خطير وريحة قليته خطيرة جدًا. بُصّوا، هاعمل بقى كل الكمية بقى وارجع اوريها لكم. بعد ما عملت كل الكمية بتاعتي قدّمت معاها رز أبيض، ده شكله بجد روعة. أنا من عشاق سمك المكرونة، إن كانت أمي الله يرحمها تعشق سمك المكرونة بلدي وكمان البربونيا، كانت بتحبهم جدًا، جدًا. شايفين؟ حاجة كده وهم. عايزة أفتح لكم كده واحدة بُصّوا من برّه مقرمشة ولونها خطير ومن جوّه طرية، لحمها أبيض وجميل. شايفين؟ حلو خالص. أتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم وجربوه على طريقتي، ما تنسوش بقى اللايك وكومنت تشجيعي، واكتبوا في الكومنت تابعوني من أي بلد، إيه رقم في وصفاتي، وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد، وما تشتروش حاجة من برّه تاني، واعملوا أكلكم في بيتكم، بألف هنا، مع تحياتي من الأمل. سلام.